هو ما يكون ما يتحولش العنف. يعني انا لو ماشي في مظاهره زي ما كنا ماشيين في مظاهرات يناير وغيره، لما كان في حد من المتظاهرين العصيان بتاعه الامن المركزي بتوجعه وبييجوا يتجمعوا عاوزين يضربوا العساكر الامن المركزي، كنا كلنا بنقف سلميه 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 وبنحوش الناس بتوعنا. فانا لو ماشي في مظاهره معلش عفوا زي بتاعه 15 مايو وجنبي 2 ماسكين رشاشات، ما بقتش سلميه بقى. لا هو احنا ما شفناش برضو لتأكيد كلام حضرتك، احنا ما شفناش مظاهرة للإخوان المسلمين مظاهرات سلمية، شفنا مظاهرات كلها سلاح، شفنا بعض التهديدات، وحتى بعد ما المظاهرات خلصت وتفض رابعة وتفض النهضة شفنا بتهديدات بتدخل أجنبي في الشؤون المصرية، واحنا وبالتالي مش ده ما ينفعش. ومع ذلك انا رؤية الدكتور زياد اصله محامي وحقوقي، فهو في جزء لازم التصالح. وعلى فكره الوطن برضو في النهايه لازم هنقعد، لان احنا في النهايه ابناء وطن واحد، بس بشرط بشرط ان انا اي حد لوثت يده بالدماء يتحاسب بالقانون، أو اعمل دوله القانون، او نقدر نقول تظهر اليد القويه لمصر الاول طبعا للدوله تظهر اليد القويه، وبعدين نتكلم في اي حاجه في الحاجات. لكن امن مصر لا فصال فيه، تمام. استقرار البلد لا فصال فيه. زي فكره كلمه رئيس وزراء بريطانيا لما يجي يتهدد للامن القومي البريطاني، اوعى تكلمنا عن حقوق الانسان، لا تحدثني عن حقوق الانسان. ما فيش حقوق. ما انا واحد من الليبراليين وواحد من كتاب الراي، انا بقول لا، احنا في معركه كبرى في سياده الدوله. لضيق الوقت هاخد من كل حضرتك من كل كده يعني خبر دقيقه واحده. الجمهوريه وعلى صفحتها الاولى بيقول مبارك هل سيكون حر اليوم؟ نظر التظلم في قضيه هدايا الاهرام. الحقيقه النهارده هيتم نظر في قضيه مبارك، في قضيه هدايا الاهرام، وهو كان دفع الفلوس بتاعه الهدايا بتاعه الاهرام، وربما اليوم يكون خارج السجن. تعليق حضرتك؟ لا، اولا عاوز اقول طبعا انا مع القانون وان سير دوله القانون زي ما كنا بنتكلم على الجميع، لكن على فكره انا بحذر من هذا البرنامج. ليس معنى ان احنا كلنا ضد الاخوان المسلمين الان معناه ان مبارك ورجاله نظام مبارك الفاسدين يطلعوا من السجن ابرياء. انا بحذر الشعب المصري اللي خرج في 25 يناير مش هيسمع ان نظام مبارك يطلع ابرياء يطلعوا لنا لسانهم. اذا كنا بنقول احنا واقفين ضد الاخوان المسلمين الان لانهم عملوا كده، ده مش معناه ان نظام مبارك وفلوله يطلعوا ابرياء. طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اوعى تقول لي ان انا بحاكم مبارك على هدايا اهرام، اوعى تقول لي ان انا بحاكم مبارك على فيلتين خدهم. انا هحاكم مبارك، لابد ان احاكمه على اللي عمله في ال 80 مليون مصري طوال السنين اللي فاتت. اوعى تقول لي ان مبارك ده كلام عبث ان انا احاكم مبارك على فيلتين او 20 مليون خدهم من الاهرام هو وعيلته. ده عبث. اللي عمله في المصريين لا يمكن، ده يتعدم مليون مره. فمش معنى ان الشعب المصري نزل يوم 30 يونيو يتحاكم على ايه؟ طيب يتحاكم على 80 مليون مصري اصيبوا بالمرض بالسرطانات والكلى والكبد، يتحاكم على اموال مصر واراضي مصر اللي اتباعت سداح مداح، يتحاسب على المكانه المهينه اللي حصلت لمصر قبل 25 يناير، يتحاكم على آلاف المصريين اللي غرقوا في البحر المتوسط هربا لبحث عن فرصه عمل، يتحاكم على العباره، يتحاكم على السرطانات، يتحاكم على الفشل الكلوي، يتحاكم على مصانع مصر وثروتها اللي اتباعت تراب. ده مش معنى ان الشعب المصري الان ضد الاخوان المسلمين معناه ان مبارك ورجالته يطلعوا ابرياء. طب استاذ يسري، حضرتك تتحدث يمكن ربما عن بعض القضايا السياسيه، والان هو لا يحاكم ولا حد هيتحاكم سياسيا. ما هو انا لا على فكره حضرتك بتتكلم عن، انا بس عايز حضرتك تهدى. لا اصل انا بص على فكره انا عاوز اقول لحضرتك حاجه. اصل ده اللي بياخدوه علينا انصار الاخوان دلوقتي. انصار الاخوان بيتكلموا دلوقتي بيقول لك هيرجع لكم نظام مبارك وفلوله. انا ماليش دعوه. لا ده مش معنى ان انا ضد الاخوان معناها انه مبارك ورجالته. استاذ يسري تعالى بس ناخد الموضوع كده بهداوه ان شاء الله ما نكملش باقي العناوين. دلوقتي حضرتك بتتكلم عن محاكمات سياسيه، لكن قبلها حضرتك قلت لي جمله كويسه، قلت لي اعلاء دوله القانون. أيوة. واذا كان هذا هو القانون، اذا كان هو اتقدم في قضايا يعني قتل متظاهرين
وفتح سجون، والكلام ده عرفنا بعد كده ان هو الاخوان هم اللي عملوا كده. يعني القضيتين مش منعزلتين عن بعض. على فكره اسمعني بس، اسمعني يعني نتناقش بقى. فتح سجون ماشي، الاخوان هم اللي فتحوه. امال هيبه الدوله فين؟ فين قوه الدوله؟ هو انا دلوقتي حضرتك لما اجي في سجن ابو زعبل دلوقتي وتروح الاخوان المسلمين تحاول تفك السجن سجن ابو زعبل عشان تطلع البتاع فيه، لو نجحوا ده معناه فشل الامن في حمايه السجن. لو نجحوا معناه فشل ايه؟ الامن. مين اللي مسؤول عن الامن؟ ايه؟ مين المسؤول عن الامن؟ هيبقى وزير الداخليه ورئيس الجمهوريه. تمام. وبالتالي اذا حصل نجاح للاخوان في السجون في 25 في 28 يناير ده معناه فشل النظام. دي نمره عفوا دقيقه واحده بس. ثانيا، في اللي حصل في التحرير في قتل المتظاهرين لم يكن الاخوان، لكن اللي كان مسؤول عنهم هو حسني مبارك وحبيب العدلي، ويجب ان يحاسبوا. رأي حضرتك، انا بطرح بعض الافكار او بعض الاراء، رأي حضرتك في الاراء اللي بتقول احنا مش عدنا لنقطة الصفر الى وقت مبارك، ده احنا عشان نرجع للزمن والحالة الاقتصادية اللي سابنا فيها مبارك ربما محتاجين عشرات السنوات. يمكن امل المصريين دلوقتي ان هم يرجعوا لاقتصاد مستقر وامن مستقر اللي كان في ايام مبارك واتدهور بعديه، سواء في ظل حكم المجلس العسكري او بعد كده اتخرف في ظل حكم الاخوان. هو ده معناه حضرتك لما تجيب لي الامن او تجيب لي الاقتصاد او تمشي لي عجله الاقتصاد، معناها ان اللي سرقني يطلع براءه؟ يعني معنى اللي باع مصانعنا وباع اراضينا 120,000 فدان لما يتباع لاحد البتاع بالفدان ب 50 جنيه تقول لي ان انا ده يرجع براءه؟ طب ما تدور على حلول، تدور على حلول. الحلول اولا كل الاموال التي نهبت من مصر تعود. تمام. دي بدايه. اللي خد لي حديد الدخيله بملاليم يرجع مصنع حديد الدخيله. تمام. مش يطلع لي بريء. وكل من تم نهبه يرجع. دي نمره واحد. نمره اتنين، كل من تلوثت يده بالدماء يحاكم محاكمه عادله ومحاكمه ثوريه، مش المحاكم اللي هي ان انا دلوقتي اقدم له ورق ناقص وبالتالي يطلع براءه. طب انا يعني